السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مش هقول لكم بقى صباح الخير لان احنا هنا كنا الظهر. النهارده انا صحيت متاخر ومش من العاده ان انا بصحى متاخر كده. لو بتقل حتى في النوم شويه ايه اخري 9 10، لكن النهارده كانت الساعه عدت 12 ونص الظهر. ولكن يلا الحمد لله انا حطيت بيض يتسلق علشان افطر انا وداود. هو فعليا داود كان فطر ولكن فطار خفيف، فقلت اسلق له معايا بيض برضو. احنا بنحب كده يعني لو بنعمل فطار سريع اللي هو نسلق بيض مع توست، يعني زي ما دايما بشارك معاكم. ساندوتش مستر. Tamam gel. Verir mi sana yoksa yumurta ilk önce bitir? Yoksa şimdi istiyor musun? Şimdi istiyor musun? Al. Şimdi istiyor musun? Tamam gel. Gel bak sana. وطبق الفطار اهو بقى جاهز زي ما انتم شايفين، بيض مسلوق والتوست، وبحب كده احط عين جمل وزيتون. المهم افطر ونبدأ يومنا مع بعض. بعد ما فطرت الحمد لله دخلت قلت بقى الصالة اروقها لاني محتاجة تتروق، اللي هو الروتين اللي انا بعمله كل يوم، يعني نشيل مطرح لعب الاولاد، نحط كل حاجة مكانها. انا دايما بشتغل على الترابيزة دي فبحب كده اكتب نوت في ورقة وقلم، فخلاص الورق اللي عايز يترمي يترمي، وحط الشواحن. يعني بدأت ان انا اروق كل حاجة في مكانها. كمان داود هنا كان خلص الفطار فمسحت بقى الترابيزة، بس لقيت كده في نقط صلصال صغننه لازقه في الترابيزه وهم كمان بياكلوا هنا، فقلت لا دي محتاجه بقى تدعك كده بالليفه والصابون زي ما انتم شايفين. دعكتها ونضفتها كويس قوي وداود كان عايز يشاركني ويساعدني زي ما انتم عارفين. مهم نضفت الترابيزه وهنكنس طبعا الارض، اللي هو الروتين الطبيعي اليومي المتعارف عليه. انا يمكن ما كنتش واخده النيه خالص ولا في دماغي ان انا اقوم واصور النهارده يومي معاكم، ولكن انا اول ما صحيت طلعت بقى ايه اللحمه، قلت علشان تلحق تفك ونلحق نعمل الغدا. فلقيت فولكان بيقول لي لا انا مش عايز لحوم، انا عايز طاووق بولاف. طاووق بولاف يعني رز بالفراخ، اكله كده من اكلات الشارع التركي. فقلت لا خلاص خلينا اشاركها معاكم، اكله بسيطه بس حبيت ان انا وانا بحضرها كده اشاركها معاكم برضو. مهم بعد ما خلصت ترويق الصالة بتاعتي دخلت على المطبخ في المواعين بقى بتاعة الفطار وكوبايات المية بتاعة الولاد. قلت سريعا اغسلها على ايدي علشان انا الغسالة عندي مش عايزة املاها مواعين، علشان عايزة اعمل لها روتين برضو اللي هو تنظيف، لاني لقيت ان يعني لاحظت بقى ان المواعين ما بتطلعش نظيفة قوي. شايفة في تراكم دهون زي ما هتشوفوا معايا. يعني المفترض سواء غسلت الهدوم او غسلت الاطباق كل 3 شهور بيتعمل لها روتين. فالنهارده نعمل روتين كده سريع مع بعض برضو. المهم خلصت المواعين بتاعتي وروقت عندي الرخامة وهبدأ احضر للاكل. اكلتنا النهارده الطاووق بلاو محتاجين 3 مكونات: الحمص زي ما انتم شايفين، والفراخ والرز. أكلة بسيطة وأنا من الأكلات اللي بحبها. بتفكرني دايما بأيام الشغل، أيام ما كنت بشتغل كنا احنا بنشتغل في اسطنبول 10 ساعات، فكان شغلي من 9 ل7، بنتغدى مثلا على الساعة 12 ولا 1، فتيجي بقى على الساعة 5:30 6 خلاص الواحد بيكون جاع. فكان تحت مكان الشغل محل دايما بيبيع الأكلة دي. كل اللي محتاجينه هي كوباية من الحمص، يعني مش سلقتها، نقعتها كده في ميه عقبال ما قلت برضو انقع الفراخ. صورت معاكم وانا برضو بنقع الفراخ بس مش عارفه المقطع راح فين. المهم إن نقعت الفراخ في المحلول متعرف عليه، ميه وملح وليمون ودقيق. وقلت عقبال ما اسيب الفراخ منقوعه شويه وبرضو الحمص كده نقعته في حبه ميه، اشرب بقى كوبايه النسكافيه بتاعتي، علشان دي بالنسبه لي كوبايه مهمه جدا في يومي. دي قهوة الجوارنا شاركتها معاكم، نسبة الكافيين فيها عالي، فنوعا ما بتدي كده احساس بالنشاط اكتر. فاخدتها بقى ودخلت البلكونة، الجو كان برضو ساقع، فقلت افوق كده واشربها برواق وافصل 5 دقايق مع نفسي، وبرضو اصبح وامس عليكم على الانستجرام. وقتها بعت لكم صورة على الانستجرام، فاللي مش متابعني على الانستجرام اتمنى ان هو يتابعني، هكتبه لكم على الشاشة. المهم هنخلص كوباية النسكافيه بتاعتنا ونستريح شوية ونرجع بقى نكمل باقي الأكلة بتاعتنا.
جبت هنا الحمص بتاعي، وطبعا لان انا مش نقعاه قبلها بليله او كام ساعه، فعلشان يستوي معايا بسرعه وسهوله هعمله في الحله الضغط. انا حطيت ملح وفص من الثوم ومقدار الميه، وهسيبه بقى يستوي براحته في الحله الضغط. انا في العادي برضو لما بسلق الفراخ بسلقها في الحله الضغط، بس بما ان الحله الضغط استخدمتها فقلت هسلق الفراخ عادي في حله عاديه، ولكن جبت بقى حله كبيره علشان انا هسلق فرخه كامله. هي الاكله بتتعمل بصدور الفراخ، بس انا عايزه شوربه، فعلشان طبعا معروف ان يعني الشوربه لازم يكون فراخ فيها عظم، فقلت هسلق الفرخه كامله. واحنا شلنا النهارده الجلد لان فولكان ما كانش عايز ان الشوربه تبقى دسمه شويه، فشلنا الجلد. وهنسلقها بالطريقه التقليديه العاديه، بحط بصل، ورق اللورا، الحبهان، قرنفل، وحطيت حبه من الملح والميه. وهسيب الفراخ بقى بتاعتي تتسلق، وزي ما قلت لكم الحمص كمان بيتسلق. مش محتاجين بقى دلوقتي غير ان احنا نحضر الرز. عايزه اقول لكم اكله سهله جدا، وانا بالنسبه لي بحبها كطعم وليها ذكرى حلوه معايا يعني. مهم هنا هنجيب الرز بتاعنا، انا هعمل مقدار النهارده زياده، هعمل مثلا كوبايتين من الرز، والمفترض ان احنا ننقع الرز بتاعنا في ميه دافيه. فانا حطيت كوبايه سخنه وكوبايه ميه عاديه عشان ندفي الميه، وهسيب الرز بتاعي برضو منقوع. في الاثناء ديت بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الروتين اللي قلت لكم عليه في غسالة الاطباق. شلت الرف ده، وزي ما انتم شايفين الدهون متراكمة ازاي على الباب بتاع الغسالة، فطبعا المنظر صعب، وفي نفس الوقت دوت بيأثر على الغسالة. وهتحسوا يعني انتوا، يعني لو حتى نسيتوا ان انتوا تعملوا روتين العناية لغسالة الاطباق، انتوا هتحسوا بفرق في النظافة بتاعت ال الاطباق. بصوا قلت اشيلكوا هنا المكان بتاع الفلتر، زي ما انتم شايفين كل ده تجمع دهون، فمحتاجين ان احنا ننظف كل دوت، لان ده بيأثر على الاداء بتاع الغسالة. جبت هنا عندي ده المنظف اللي هو بتاع الدهون، وفرشة اسنان قديمة علشان رفيعة كده تقدر تدخل في الاماكن اللي انا مش قادرة اوصل لها. يا دوبك بس بقيت كده ان انا انضف اشيل. شايفين الدهون بتتجمع معايا، يعني هي مش بقايا اكل لكن هي دهون. فزي ما انتم شايفين لمعتها كويس قوي، وحتى الحواف بتاعه باب الغسالة برضو بالمنظف ده المنظف اللي انا استخدمته من قريب معاكم في فيديو بتاع هوم بيت كسال. منظف مفهوش اي مواد كيماوية خالص، كلها حاجات طبيعية، بس بصراحة تأثيره حلو جدا، فحبيت هو اللي استخدمه برضو وانا بنضف في غسالة الاطباق. وهنا بس بالحتة ديت بدأت ألمع اللي هو او ألم بقى ايه بقايا الدهون اللي احنا شلناها. وبرضو الفلتر اللي احنا شلناه، الفلتر من الحاجات الأساسية، يعني ممكن انا من وقت للتاني بغسل الفلتر، لكن دورة النظافة اللي انا هتشوفوه معايا دلوقتي المنظف اللي احنا نستخدمه ده بيكون مرة كل 3 شهور. برضو بمنظف الدهون بقيت ارش كده على الفلتر، وبنفس الفرشة القديمة دي حلوة جدا في تنظيف الحاجات دي، يعني عملية. بقيت ألمع كل حتة زي ما انتم شايفين. يعني الفلتر ده انا متذكره من 3 ايام كنت لسه غسلاه، ولكن الا برضو كان فيه تجمع من الدهون. احنا انا بحط دايما يعني الاطباق وكده ما فيهاش فضلات اكل، ولكن بيبقى عليها دهون، فده شيء اساسي، مش لازم غصب عننا هنتجمع الدهون دي. بس هي الفكرة بقى ان احنا لازم ان احنا نعتني بيها علشان اداء الغسالة، وان الاطباق تطلع لنا بشكل نظيف. هنا بقى انا كنت رجعت الفلتر مكانه زي ما انتم شايفين، وهحط كمان الرف بتاع الغسالة، وهعمل لها دورة الغسيل، والغسالة فاضية خالص. في منظف بيبقى مخصوص يعني لتنظيف الغسالة الاطباق. انا بجيب اللي هو دوت بتاع فانيش. هنشيل بس الستيكر من فوق، احنا ولا بنفتح الغطا ولا اي حاجة زي ما انتم شايفين. وهنحطه بالشكل ده ونشغل الغسالة بتاعتنا. انا غسالة الاطباق بتاعتي ما فيهاش اوبشن كتير، هي ما فيهاش الا بروجرامين، اللي هو الايكونومي اللي هو بيبقى 50 درجة او 70 درجة لو الدهون زيادة. هنا الغسالة نورت عني ان الملمع ناقص في الحاجات الحلوة عندي في الغسالة، فبعد ما نخلص الدورة لازم ان احنا نملى بقى، يعني نملى الملمع دوت. المهم هنا بقى هنبدأ ان احنا نحضر اكلتنا
حطيت زيت ومعلقة من الزبدة، وهننزل بالرز بعد ما كنت غسلته وصفيته كويس، وهنبدأ نشوح الرز بتاعنا في المادة الدهنية زي طريقة تحضير الرز العادية خالص. ان احنا بيفضل ان احنا كده نخلي الرز يعني ينشف كده وما يبقاش فيه مية خالص قبل ما نضيف الشوربة او المية. فقعدت اقلب فيه كده اشوحه، وبعد كده هنحط بقى كوباية الحمص. يعني الرز بالحمص ده من الوصفات هنا في تركيا، ممكن تعملي رز بحمص عادي ويكون جنبه اكل الطبيخ، يعني عادي هما بيحبوا يعملوا الرز بالحمص، بلسان العصفور، بالشعرية زي ما احنا بنعمل. لكن هي اكلتنا النهارده بقى يعني اساسي لازم الرز يبقى كده بالحمص. وهنا هنزل بيه الشوربة اللي احنا سلقنا فيها الفراخ. انا كنت حاطه ملح في الشوربه، فقلت ان انا يعني اشدوق الملح الاول، فلقيت ان هي ما زالت محتاجه شويه، فرحت حطيت كمان كده نص معلقه، وهسيب الرز بتاعي يستوي بالطريقه العاديه خالص. وهنا الفراخ بقى بعد ما طلعتها، احنا هنستخدم في وصفتنا زي ما اقول لكم صدر الفرخه، وهنبدا ان احنا بقى نفصصها كده، او زي ما بنقول بالمصري إيه ننسلها. في هبدا ان انا افصص كده الصدر بتاع الفرخه بتاعي كامل، وهوريكم بقى احنا ازاي بنقدم الاكله بتاعتنا. الغدا بتاعنا بقى جاهز زي ما انتم شايفين. عملت سلطة، وكمان عملت مشروب الأيران وصورته لكم فيديو قصير ان شاء الله هينزل على القناة برضو. قدمنا معاها مخلل الفلفل، وبنزين طبقنا بالفلفل الأسمر. هي بتتقدم كده في الشارع في العربيات، يعني بتاعة الطوق بلاف، من الأكلات المشهورة كده في الشارع التركي أساسي. أنا عن نفسي بحبها جدا، وبتحسوا كده سبحان الله طعم الرز بيكون مختلف، مش الرز العادي. فأتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم. مهم نروح نتغدى، وبعد ما نتغدى هنعمل ايه؟ نكمل باقي الروتين بتاعنا في المطبخ السريع. بعد ما خلصنا الغدا، المواعين اللي احنا استخدمناها هنا كانت غسالة الاطباق خلصت زي ما انتم شفتوا، الزجاجة فاضية خالص بتاعة المنظف. وانا كانت الغسالة بتاعتي ادتني الارم ان الملمع خلص. فدي من الحاجة الحلوة في الغسالة بتاعتي، ان بتدي يعني الارم سواء لو الملح او الملمع بيخلص. فبدأت ان انا بقى ده المكان المخصوص. بيختلف طبعا مكانه من موديل غسالة للتانية، ماركة للتانية. انا عندي دوت الخزان بتاع الملمع هنا، والباب اللي جنبه اللي بيتحط فيه القرص بتاع المسحوق يعني. المهم هبدأ بقى ان انا احط مواعين. كان عندي مواعين بسيطة خالص لان كنت غسلت كل حاجة وانا بشتغل بطبخ، يا دوبك دي الاطباق اللي احنا اكلنا فيها. فطبعا مش هشغل الغسالة ان هي تعتبر فاضية. كان حد بيسألني ايمان يعني اعملي لنا كده روتين ازاي بترصي الاطباق في غسالة الاطباق. انا يعني تقسيمة الغسالة عندي واضحة زي ما انتم شايفين، في مجرى لكل طبق، فانا بحط كل طبق في مجرى. ما بحاولش ان انا احط كميات كتيرة من المواعين علشان يعني المية توصل لهم كلهم ويتنضفوا. وحتى الكوبايات عندي يعني تدرج ليها، فكل موديل غسالة على حسب يعني التقسيمة بتاعتها.
هنا بقى كنا خمّرنا الشاي، يعني بعد الأكلة دي لازم شاي كده، وفي نفس الوقت بقى كان عندي شغل شوية على اللابتوب، فقُلت بقى إيه اللي هو إيه نشتغل بمزاج، فخمّرت الشاي ليّا قُلت أشرب أنا وفولكان شاي، وفي نفس الوقت كده يعني كان عندي مكسرات قُلت أحطها، من عاداتهم هُم برضه كده بيقدّموا المكسرات مع الشاي لو ما فيش حلو أو حاجة يعني، فإحنا من عشاق عين الجمل. فالمهم خدت كوباية الشاي بتاعتي وفتحت اللابتوب وقعدت أشتغل شوية، إن شاء الله، إن شاء الله يا رب يكون عندي خبر حلو ليكم، خاصةً الناس اللي خارج مصر، علشان أنتم عارفين إن إحنا جروبنا على الفيسبوك تسوق مع أمونة في تركيا، إحنا بنعرض فيه منتجات تركية، ولكن في الوقت الحالي بقى لنا سنتين باقدر أوفّر الحاجات دي لمصر بس، واتطلب مني كتير جدًا إيمان اشحني لدول تانية، طب إحنا في دولة كذا تقدري تشحني لنا، فأنا بقى لي فترة باسعى في الموضوع ودايمًا يعني كانت مش لاقية ليها يعني حل، ولكن إن شاء الله في بُشرة خير، إن شاء الله تلاقوني باقول لكم كده قريب سواء على الجروب أو على القناة هنا، إن شاء الله إن إحنا فتحنا الشحن الدولي كمان. المهم هاقعد أشتغل بقى شوية، وهو دوّة كان نهار يومي النهارده، أتمنى إن أنتم تكونوا اتبسطتوا معايا، ما تنسوش إن أنتم تدعموني بإن أنتم تعملوا لايك وشير، أشوفكم على خير فيديو جديد، وأقول لكم باي باي.